قصتنا النهاردة يا حبايب قلبي حلوة جدا 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 وهتعجبكم خالص. وطبعا زي ما عودتكم صاحبة القصة متابعة معانا هنا في القناة. ياريت كلكم في التعليقات تقولوا لها تعمل ايه وتتصرف ازاي. ودلوقتي قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بدعوكم تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان اقدر يا حلوين اقدم لكم كل جديد. بتحكي صاحبة القصة وبتقول: انا مدام ايمان، عندي 31 سنة، متجوزة بقالي سنتين، وغلطتي إني اتجوزت في بيت عيلة. لكن بصراحة في الوقت الحالي اللي بحكيلكوا فيه القصة مش عارفة هي غلطة ولا لأ. هحكيلكوا وانتوا احكموا. من يوم ما اتخطبت لجوزي وأنا حاسة إن هو معندوش شخصية أبدا أبدا مع أهله وإخواته وباباه ومامته، وكان باباه هو اللي ماشي كل الأمور، وكان أخوه مسافر برا مصر وبيبعت لهم كل شهر فلوس تعيشهم كويس جدا. ومع ذلك جوزي برضو كان بيساعدهم في المصاريف مع إن هما مش محتاجين. وكنت كل ما أتكلم معاه يقول لي زي ما أخويا بيساعد أبويا وأمي أنا كمان أساعدهم. أنا ما كنتش معترضة إن هو يساعد أهلي، بالعكس، أنا بس كل الموضوع إن أنا كنت عايزة يبقى لي راجل أحس معاه بالأمان، وأحس إن هو راجلي وإن كل حاجة من دماغه وخلاص. أنا ما كانش قدامي أي حلول غير إني أصبر على اللي جوزي بيعمله، ولكن كل ده كان سهل إلا حاجة واحدة بس. لقيت حماية بينادي عليا، وكان جوزي في الشغل، ومرات يعني أخو جوزي كانت عند أهلها. قلت له: أيوة يا حماية. قال لي: انزليلي عشان عايزك ضروري. قلت له: حاضر، نازلة على طول. وفعلا نزلت ولقيته بيشتكيلي من حماتي إن هي يعني مقصرة معاه شويتين. ووقتها اتكسفت، بس حسيت إن هو جالي على الجرح، ولقيت نفسي من غير قصدي قلت له: عارفة يا حماية وحاسة بيك. هو لقيته بصلي باستغراب وقال لي: حاسة بيا ازاي؟ قلت له: طيب يعني انت سيبك بس من الموضوع ده وقولي انت عايزني انا ليه؟ انا هعمل لها ايه؟ قال لي: اصل انا شايفك ان انت مهتمية بنفسك قوي. قولي لها انت بتعملي ايه في نفسك عشان تفضلي طول الوقت حلوة كده. قلت له: انا ما بعملش حاجة، انا بس كل الموضوع ان انا يعني باحب اهتمامي بنضافتي الشخصية شويتين. ما بقيتش قادرة أتحمله ولا بقيت قادرة حتى أفضل معاه. وأنا مش عارفة أعمل إيه، أطلب الطلاق من جوزي ولا أفضل عايشة كده ولا حد حاسس ولا شايف بينا، وأخف يعني الموضوع شوية مع جوزي علشان يعني ما يحسش بحاجة. أنا محتارة أوي ومش عارفة هو السبب في اللي أنا وصلت له ولا أنا اللي غلطانة. يا ريت كلكم في التعليقات تقولوا لي أعمل إيه وأتصرف إزاي، وأنا هستنى كل تعليقاتكم وأقراها. أشوفكم بخير الفيديو الجاي.